يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الطاقة الإيجابية. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع أم كريم. حبايبي حبايبي حبيبتي 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 خمسة حبيبتي، والله العظيم حبايبي وروح قلبي. كل واحدة واقفة معايا. اللي انتوا عاملينه دوت يا جماعة، ربنا يبارك لي فيكم يا رب، ربنا يبارك لي فيكم وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. اللهم امين. اللهم مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. ربنا يجعل يعني كل خير بتعملوه. والوقفه اللي جنبي القويه قوي دي، الله اكبر، خمسه وخميسه. ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم، اللهم امين. مش عارفه اقول، بصوا عايزه اقول اسامي وخايفه انسى حد، والله عارفاكم. يعني بصي، في ناس بقيت عارفاها فعلا، لا اله الا الله. ربنا يديم المعروف بينا يا رب، ويبعد عننا العينين، تمام كده. اللهم امين. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة ميزانية 100 جنيه في اليوم. في حد يصدق ان في بيوت ماشية ب 100 جنيه في اليوم؟ اه والله صدقي، انا من الناس دي على فكرة. تمام كده. صلوا على سيدنا عليه الصلاة والسلام. وال 100 جنيه دي منها كل حاجة، اكل وشرب، اكل وشرب، اكل وشرب. تمام. صلوا على سيدنا عليه الصلاة والسلام، وزيدوا سيدنا صلاة عليه الصلاة والسلام. واحدة بعتالي والله العظيم ما عارفة يعني. أنا عايزة أشتمها بصراحة. بصراحة يعني، بس ماسكة لساني. بعتالي في الواتس بتقول لي يا أم كريم، أنا محترمة قوي. ماشي يا حبيبتي، أنا متجوزة بقالي 5 سنين، ربنا يا رب يهدي سرك، تمام كده. أخو جوزي كان بيسافر ويجي، وماله، ربنا يرزقه، تمام. يعني كان بيسافر وبيجي أجازة، تمام. فالمهم هو خلاص مش هيسافر تاني. انت مالك؟ طيب يسافر ولا ما يسافرش، ولا يقعد ولا ما يقعدش؟ مركزه ليه مع اخو جوزك؟ تمام كده. بتقول لي يا ام كريم بيهزر معايا هزار مش حلو يا اختي يا عسل، لدرجه انه بقى بيقول لي نكت مش محترمه. انا مش عارفه اوقفه ازاي. على فكره انت قللتي الادب، وش مش هقول لك انت طيبه، انت مش محترمه. والله زي ما بكلمك كده. ليه بقى؟ لو انت ست محترمه، تمام. هي بصي، قالت لي قوليها، قوليها في القناه. انت ست مش محترمه. لو ست محترمه ما كانش وصل معاكي للمرحله دي. لو انت عامله حدود مع اخو جوزك، تمام كده، ما يقفش ويهزر معاكي ويقول لك نكت يا اختي مش عارف ايه. انتي مش محترمه يا قمر، تمام كده. انا ماسكه لساني، والله العظيم اسكت يا لساني. انا ماسكه لساني. اعملي يا اختي حدود، احترمي لو انت احترمتي نفسك كل الناس تحترمك. الاحترام مش بالفلوس ولا بالبيع ولا بالشراء ولا انك تسترجي حد لو انت ست محترمه، اي حد في الدنيا غصب عن بوزه هيحترمك. لكن هو شايفك بقى ايه يعني؟ يعني لا مؤاخذة، يعني بتاخدي بقى في الكلام دوت وايه، وعادي بالنسبة لك الكلام دوت، فبيهزر معاكي وبيقول لك نكت مش عارف ايه زي ما انت بتقولي، وبكره يمد ايده بالهزار، والدنيا تبقى ايه، منيلة بستين نيل على دماغك وعلى دماغ اللي زيك. شوفي بقى، عيب. احترمي نفسك، احترمي نفسك. لو انت انسانة محترمة لا يمكن يعمل كده، لا يمكن يتكلم معاك بكده. اوعي تقنعين ان انت محترمة وبتقفي مع واحد مش محترم يتكلم. ده انتوا بيت عيلة يا اختي، انتوا بيت عيلة. ادي اتفضلوا بقى، ردوا بقى عليها، تمام. واللي تقول لي يا ام كريم اتكلمي معاها، معلش دي مشكلة وبعتها لك، مشكلة ايه؟ دي واحدة مش مثلا متجوزة بقى لها سنة ولا اتنين، بقى لها 5 سنين. هو كان بيسافر وبيجي، خلاص بطل بقى ما يسافرش. طب ما ان شاء الله عنه ما سافر وان شاء الله عنه ما قعد. انا مالي وماله؟ انت مركزة ليه؟ لا اله الا الله. احترمي نفسك الناس تحترمك. دي قاعده كده في حياتي. الست المحترمه الناس كلها تحترمها، الراجل المحترم الناس كلها تحترمه. بس، تمام. صلوا على سيدنا عليه الصلاه والسلام، وزيدوا سيدنا صلى عليه الصلاه والسلام. اللي معايا في الراي يقول، واللي ضدي في الراي يقول، تمام كده. صديه، صديه، ده بعد كده الدنيا هتتطور. عبيضة، اسكت يا لساني. طيب، النهارده يا جماعه الميزانيه واحده بعتها لي، والله العظيم يا حبيبه قلبي انا ميزانيتي 100 جنيه. عايزيني اعمل لكم ميزانيتي بالتفصيل بالتفصيل؟ قولوا لي.
تمام. والناس اللي عجبتها كفتة السمك لسه التقيل جاي ورا يا معلم. تمام، صلوا على سيدنا النبي. كفتة السمك الاقتصادية هحط لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. تمام، فعلا حلوة ولا بتشرب زيت زي ما انتوا شفتوا، وبترمي كتير جدا. صلوا على سيدنا عليه الصلاه والسلام، ومن غير اي افتكاسات بقى، ولا تحطي ولا تشيلي ولا مش عارف ايه ومقادير كتير كده وهوسه، لا. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي لما واحده تقول لي ميزانيتي 100 جنيه، ممكن واحده تنط دلوقتي تقول لك هو في بيت دلوقتي ماشي ب 100 جنيه؟ صدقي اصل انت في كوكب المريخ او في زحل، لكن احنا هنا يا حبيبتي ايه، في الارض. تمام. انت بقى شايفه ان ال 100 جنيه دي ما بتمشيش، انت بتدفعيها بقشيش، احنا ماشيين بيها بيوتنا. عشان تعرفي ست عن ست بتفرق. في ست ال 100 جنيه معاها بتاكل عيالها، تمام كده، وبتستر بيتها. وفي ست تانية ممكن تبقى يعني ايه، تقول لك ايه 100 جنيه دي؟ اركني على جنب كده وسيبينا في حالنا. تمام، والله يسهل لك، الله يسهل لك. طيب انا دلوقتي يا ام كريم ميزانيتي 100 جنيه، اعمل ايه؟ بصي انا بعملها كده اهي، بخليها 50 وايه و20 و10. ايه ده يا ام كريم؟ طب وفيها ايه؟ ما انت فاكه ال 100 جنيه؟ لا، انا بعمل كده. بصي بقى، اول حاجه بشيل دي على جنب المجمده، واجي بقى اشوف انا لازمني ايه النهارده. بصي الكلمه سقفه لام كريم. صلوا على سيدنا عليه الصلاة والسلام. اشتركي في القناة عندي، هتلاقي حاجات كتير موفرة، أكلات موفرة وميزانيات موفرة وأفكار موفرة. تمام كده اهو. صلوا على سيدنا عليه الصلاة والسلام. باخد بقى، بصي أشوف كده النهاردة هغسل المواعين. عندي مواعين تتغسل. ام كريم ده كل يوم في مواعين في البيت، هو البيت بيخلق يغسل المواعين؟ ده الحوض يتملي ويتفضى، يتملي ويتفضى، ماشي انا معاكي. طيب انت عندك صابون يكفيك النهارده؟ صابون مواعين يكفيك النهارده؟ عندي نص ازازه، خلاص حلو كده. عندي نص الازازه، انا عملت لك الصابون المواعين الموفر الاقتصادي. انا بقى نص ازازه الصابون عندي، خلاص يبقى انا مش هجيب النهارده. بصي انا ببص للاساس، مش هجيب النهارده بتاع دوت صابون مواعين. صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب عندي غسيل النهارده، في غسيل عايز يتغسل، لازم يتغسل النهارده. اروح مطلعه، بصي 20 جنيه اهي، هجيب بيها مسحوق، هجيب بيها مسحوق اهي. بصي انا ماليش فيه بقى انت هتجيبي ايه مسحوق. تمام، هتجيبي نص، هتجيبي كيلو، هتجيبي اللي تجيبيه، بس ال20 جنيه دي طلعت للغسيل. حلو الكلام، حلو الكلام. ال5 جنيه دي خليها على جنب، وهقول لك هنعمل بيها ايه. طيب انا دلوقتي يا ام كريم المواعين والغسيل خلاص كده خلصنا منهم. طيب النهارده عايزين ناكل بقى، نفطر وايه ونتغدى. هقول لك يا قلب اختك، ال20 جنيه دي، ال20 جنيه دي هتجيبي بيها بصل. ال20 جنيه دي هتجيبي بيها بصل. ال5 جنيه دي، ال5 جنيه دي جيبي بيها ملح. ايه ده يا ام كريم؟ بصل وملح؟ زي ما بكلمك، ما احنا بنشيل حاجه وبنحط حاجه. تمام. طيب في 50 جنيه بقى، في 50 جنيه هقسمها برضو نفس التقسيمة دي. تمام كده. طيب هتقسميها نفس التقسيمة دي. هجيب ب20 جنيه خضار، او ب20 جنيه مثلا بقوليات، فاصوليا مثلا، عدس اصفر، عدس بجبة. تمام كده هوت. هجيب بيها رز، هجيب بيها، بصي ال20 جنيه هنزل اجيب بيها حاجة بكليات، اجيب بيها ان شاء الله كيلو رز. حلو الكلام، حلو الكلام. واحدة دلوقتي هتقول لي طيب وبعدين هيبقى كام؟ 30 جنيه. تمام. هجيب ب5 جنيه دي باكو صغير صلصة، باكو صغير صلصة. تمام اهو، ادي جبنا باكو صغير الصلصة. هيبقى هنا 30 دي، الخمسة دي من دول. هيبقى من هنا لسه ال30. هعمل ايه بقى؟ ممكن تجيبي احنا جبنا مثلا ب20 جنيه فاصوليا بيضة. حلو الكلام، حلو الكلام. هتطبخي النهارده الفاصوليا البيضة، معاكي كيس الصلصة. تمام، اللي هو كيس صلصة صغير، اصغر كيس في دلوقتي باكيتات صغيرة كده. تمام، عشان القوطة غالية. اعمل ايه بقى؟ هاخد من ال30 جنيه ديت 20 جنيه، اجيب بيها رز، اجيب بيها رز. طيب فاضل 10 جنيه، اعمل ايه؟ هجيب كيس فول ونفطر بيه.
ما هو انا مش حاوي، مش هقدر اقول لك جيبي لبن وجيبي جبنه وجيبي مش عارف، ده يوم هنمشيه كده. لاني انا جبت النهارده مسحوق غسيل، مسحوق للغسيل. طب تاني يوم خلاص انا عندي المسحوق بتاع الغسيل، هبدأ بقى اجيب صابون مواعين ب10 جنيه. ما انا هجيب الاساسي بتاع النهارده، الاساسي ربع كيلو بصل عشان اطبخ بيه، الاساسي. شوفي النهارده انت محتاجه ايه. محتاجه ربع كيلو بصل، هروح مقسماها كده. محتاجه ربع كيلو شعريه، محتاجه ربع كيلو عدس بجبه، محتاجه نص كيلو رز. بس بصي هروح ماشيه كده واروح نازله جايباه. تمام كده. انا جبت كيس فول ب10 جنيه وفطرنا بيه. لا، جيبي بال10 جنيه فول اللي هو المدشوش او التاني، واعملي فول في البيت، يا بصاره يا فول. انتوا عارفين انا بقيتش اعمل الفول المدمس، بقيت اعمل بصاره وماشيه معانا والحمد لله، والعيال عاجباهم جدا. حلو الكلام. طيب تاني يوم انا هجيب بقى كيلو صابون، كيلو صابون ب10 جنيه. تمام. احنا عندنا بصوا ب4 ب6 ب8 ب10. انا بجيب من ابو 10 علشان حلو، لكن التانيين ريحتهم مش كويسه، وكمان مش يعني انا جربت من اول 4 لحد 10 فلقيت ان ابو 10 حلو. تمام كده. طيب هجيب كيلو صابون. كيلو الصابون ده هيقعد معايا قد ايه؟ يقعد معايا لو انا ست بدعك سيراميك وارض وحيطان وبيبان ومش عارف ايه، بيقعد معاكي 3 ايام. 3 ايام. طب ما اخليه 4 ايام واتفرج على بقى ايه، ازاي اوفر في الصابون. ام كريم نزلت لي فيديو، اي حد بلاش ام كريم اقتصد فيه. تمام كده. اشوف بقى النهارده هعمل ايه، هجيب ايه. ده انا دخلت لك، انت قلتي لي انا عايزه ال 100 جنيه اكل وشرب بس، ده انا دخلت لك مسحوق، ده انا دخلت لك صابون مواعين فيه. يعني بصي بحاول الم لك اليوم كله بال 100 جنيه. طيب انا دلوقتي يا ام كريم عايزه امشي اليوم بنفس النظام دوت. اعمل ايه؟ هجيب ب50 جنيه يوم مثلا، ب50 جنيه ان شاء الله جنيحه. هقول له كده تمام، عايزه ب50 جنيه جنيحه. هعمل مثلا ايه؟ هجيب ب20 جنيه بطاطس. تمام كده. انا عندي مثلا البصل، اعمل صينيه بطاطس بالايه، بالجنيحه. هجيب نص كيلو رز. انت بصي بتجيبي الاساسي بتاع النهارده. بعد كده تبدأي تعملي حاجة حلوة. ايه هي؟ اخد 20 جنيه كل يوم اسقطها من 100 جنيه. معلش انا عارفة ان هي صعبة، بس انا بحاول ان انا استر بيتي. ال20 جنيه دي النهاردة هجيب بيها بصل واركنه، مش هستعمل. انا اخد بصلايه صغيره، ولما اجي انقي البصل او اشتري البصل هجيب بصلايه صغيره علشان ما يفوتش منها حاجه والكيلو يبقى معايا كتير. تاني يوم هسقط 20 جنيه اجيب بيها بطاطس واركنها. فاهمه قصدي؟ بطاطس واركنها، هحمرها واكيسها في الايه، في كيس كده ولا شنطه، واحطها في درج التلاجة. تالت يوم اسقط 10 جنيه بس. 10 جنيه اجيب ايه بال10 جنيه؟ اجيب بيهم يا ست اما انتي ب10 جنيه كيس ملح كبير واركنه، هينفعني. بعد كده انا هفضل بقى مرة اسقط 20، مرة اسقط 10، مرة اسقط 20، وفي نفس الوقت ماشي على قد بجيب احتياجاتي الضرورية اللي تمشيني اليوم. عندي مواعين هجيب كيلو صابون، عندي غسيل هجيب نص كيلو مسحوق. نص كيلو مسحوق هيغسل لك غسلتين. الدرج بياخد ربع كيلو وانا بشيل منه شويه بصراحه كمان. تمام. وكمان لو انت عايزه تحافظي على الغساله انقعي الهدوم شويه، هتنزل لك بقى لو عرق لو تراب لو اي حاجه لو وساخه لو اي حاجه. تمام. هنقعها بره شويه، وهكذا هتمشي نفسك بال100 جنيه. ان انا باخد الضروريات بس بتاعت اليوم، لان دي ال100 جنيه اكل وشرب، لكن انا دخلت لك فيها مسحوق مواعين ومسحوق للغسيل. واحده هتقول لي الفطار ال20 جنيه اللي انا هسقطها ديت يوم اجيب بيها فول، يوم اجيب بيها عدس، يوم اجيب بيها جبنه، يوم اجيب بيها بيض. هي 20 جنيه بتقع مني كأن جوزي اداني 80 جنيه، واتصرف على هذا الاساس. ما هو لازم اعمل كده، يا اما دب خناقه مع جوزي واسيب البيت وامشي والدنيا تخرب بعد الشر. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وان شاء الله هنزل لك وصفات اقتصاديه نازله
مش هتكلفك حاجة. احنا عملنا وصفة كفتة السمك بسمكية واحدة، بسمكية، تمام، بسمكية واحدة، مش اكتر من كده. تمام، يعني انا اشتريت سمكتين، عملت اكلتين بالسمكتين والحمد لله. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. دوسي احلى لايك لام كريم. ادعي لي دعوة من قلبك، ربنا يشفيني ويبارك لي في ولادي. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامة. السلام.